ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع السيدة منصوري في حصة حلوة الأحباب. اليوم جيتكم بوصفة اللي هي القريوش. نعطيو لكم المقادير ونرجعوا فيما بعد. بعد ما شفنا المقادير نبداو الآن في التحضير. بسم الله. عندنا 3 كيلات فرينة، هكذا 3 كيلات فرينة. بسم الله. هادي 2 3. عندنا 3 تاع الفرينة، عندنا قرصة ملح، عندنا مغرفة صغيرة تاع الفانيلا صغيرة، وعندنا هنا عندنا الخمارة اللي هي لا ليفور شيميك. نذكر الأخت المشاهدة باللي عندنا بالنسبة كيلو تاع فارينة بوغ 1 كيلو د فارين نديرو 1 باكي د ليفور. أنا هنا الكمية راهي قليلة، ما لحقتش نرطل ندير شوية. إلا كان نرطل ندير نص مغرفة تاع الماكلة، إلا كان أقل ندير مغرفة تاع القهوة، نص مغرفة تاع القهوة تاع لا ليفور. نعاود، قلنا كيلو تاع الفارينة نديرو له 1 باكي د ليفور شيميك، وعندنا حبة بيض، عندنا مغرفة تاع الخل، وعندنا لا مارغارين اللي هي المورقة، لا مارغارين تاع الفيوتاج. نكسر هنا حبة بيض، هكذا. وعندنا لا مارغارين الكيلة، نفس الكيلة اللي درنا بها الفارينة، كيلنا بها الفارينة، نفسها نديرو بها لا مارغارين تاع الفيوتاج. عندنا هنا ان ميزور موان ان دوان، نقصو غير شوية ماشي بزاف. هكذا لا مارغارين. عندنا نص مغرفة تاع الماكلة تاع الخل، وعندنا نص حبة بيض. إلا كان كيلو تاع الفارينة نديرو حبة بيض ومغرفة تاع الخل. هكذا ندخل كامل المواد فيما بعضها ونشمخوها بالماء والماء زهر. طري العجينة تجينا شوية طرية باش تجي سهلة الخدمة. هكذا حتى تنطم لنا العجينة. نزيد لها شوية تاع الماء المزهر، هكذا. العجينة راهي واجدة، نخلوها ترتاح ونعاودو نولو فيما بعد. بعد ما ارتاحت العجينة تاعنا نخدموها.
نفتحوها هكذا. والآن نفتحوها هنا في الماشين. نعاودوا لها. نجوزوها في نفس العدد لعدة مرات هكذا. نحتاج قليل من الفرينة. هكذا. رقم 1 نروحوا لرقم 3. ونروحوا لرقم 5. والماكينات هذو يعني كل وحده كيفاه، والاخت كل وحده تعرف تتعامل مع لا ماشين تاعها. هكذا رقم 5. قلنا جوزناها في لا ماشين نيميرو 5. هكذا كما راكم تشوفوا فيها. يعني اختي المشاهده القريوش على بالي دوك تقولوا سيده من صغري حنا نعرفوا القريوش وبزاف يعني الناس اللي يخدموا القريوش، ولكن كل وصفه والسر تاعها. هذه ثاني السر تاعها هنايا كي نخدموها في المايزينا وفي الطياب تاعها. دركا ندردروا لها شويه تاع نشا، ماشي بزاف، نمشيوه كامل هكذا هكذا، ونبداو ندوروا فيها هكذا. نزيدوا لها من النشا نفس الشيء. ندوروها هكذا منا هكذا كما راكم تشوفوا. نعاودوا نقلبوها هكذا، نقلبوها هكذا هكذا. نعاودوا نجوزوا عليها الغلو. وفي نفس الوقت الزيت تاعنا تكون على نار هاديه، ما لازمش تسخن مليح مليح. هكذا نعاودوا نولوا لا ماشين تاعنا نجوزوها في رقمين الان والدو. نعاودوا نولوا لرقم 1 ونجوزوها هكذا، ونزيدوا رقم 2. ما لازمش نزيدوا فوق رقم 2. لاباط تاعنا لازم تكون خشينه باش هكذا كي نديروها في المقله يبان ابخي لو فيتاج هذاك لداخل.
هكذا. نحطوها هكذا فوق لو بلان دو طرافاي تاعنا. ناخدو يعني نقطعو كرتونه ولا هكذا اون بتيت بلاك كيما راني دايره هنايا، ونحطوها ومن بعد كل وحده والاخت تحب تكبرها ولا ديرها صغيره دبر راسها هكذا، ونقطعو. عمليه سهله هكذا. الا كانوا بلايص هكذا صغار ما نخدموهمش، لازم تبان الحواف هادو تاع الجراره، تمد لها شكل جميل. هنا كما راكم تشوفوا ليبيسور تاع العجينه راهي شويه خشينه، قلنا نجوزوها في النيميرو 1 و 2، وإلا كان العكس كاين وين لا ماشين تبدا بالنيميرو 9 نديرو 9 و 8. ولو كان يعني تزيدوا غير رقم زياده ولا نقصان ما تخرج لكمش يعني كيما واش راح نديروا الان. نشدوا هكذا نقطعوها، والاخت ما حبت هكذا نقولوا 3 4 هكذا عادي. هكذا عمليه سهله. ومن بعد عندنا هذه الطريقه ندخلوا وحده ونخرجوها، ندخلوا ونخرجوا ونجبدوا. يعني هذه سي لا تريس لا بلو سامبل كامل في القريوش اللي نديروه نفس الشيء. واللي حبت تبدل لا فورم تبدل، دير ورده ولا دير فورم دان كور، ولا يعني كاين بزاف اشكال ملاح. انا فضلت هذا الشكل هكذا. وكي تكوني تخدمي ما لازمش تجبدي لاباط باش تبقى ليبيسور تاعها، كي تجبديها ما تطلعلكش، ما تنفخلكش، ما تجيك شابه هكذا. نزيدو هاد 2 حبات هكذا هكذا، ونكملوا هذه فيما بعد. درك قلنا كنا درنا الزيت تاعنا. نذكر الاخت المشاهده ما لازمش تكون الزيت بزاف سخونه، الا كانت سخونه القريوش تاعنا ما يجيناش شباب. لازم تكون دومي كويسون، يعني تكون النار خفيفه ما تكونش بزاف عاليه. ومن قبل ما نديروا القريوش تاعنا نسيو شويه نديروا العجينه. هكذا مليح. لازم كي نديروا هكذا شويه نرميوها لداخل، ما لازمش تطلع تمتم، يعني هذه السر من اسرار القريوش هذا. الزيت لازم تكون بارده شويه ما تكونش سخونه. دوك نديروا الحبات تاعنا هكذا. دوك الاخت تقول لك الزيت ماهيش سخونه يتشرب، لا ما تشربش. كي تجربيها تقولي بلي سيده منصوري عندها الحق. هكذا لازم يكون عندنا الخاطر، ما نمسوهاش حتى تطلع، حتى يطلع القريوش فوق الزيت باش نبداو نرميو له الزيت من الفوق. هكذا بشويه نستناوها شويه لو طون اللي القريوش تاعنا يطلع لنا. عندنا للتزيين عندنا الجلجلان، يعني هو الاصل تاع القريوش، ما نديرو مكسرات نديرو بصح الجلجلان وحده. وعندنا العسيله تاعنا لازم ندوبوها شويه.
راهي ثقيله. دوك الكريوش تاعنا راه بدا يطلع لنا، نبداو نرميو له الزيت من الفوق ونزيدوا لها النار. هكذا غير بشويه. كل حبه نرميو لها من الفوق الزيت. هكذا نبقاو نديروا لها الزيت من الفوق حتى وين تبدا تصفر شويه، تحمر شويه شويه باش نحبسوا ونعاودوا نقلبوها. مي هكذا هذا هو السر تاعها. كيما راكم تشوفوا هنا راهي بدات تتنفخ. هذا وين قلت لكم لازم يعني لازم يكون الخاطر هنا في القريوش. راكم تشوفوا درك هاي بدات تتنفخ لنا، ماشي كيما درناها. هكذا دوك نكملوا القريوش تاعنا نطيبوه. بعد ما يطيب نقطروه يبرد لنا، نعسلوه ونديروا له الجلجلان ونتلاقاو في صحن التقديم. بعد ما طاب القريوش تاعنا خلينا حتى برد، عسلناه ودرنا له الجلجلان كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تكون الوصفه هذه نالت اعجابكم وتسيوها، ونقول لكم مع السلامه في حصه مقبله ان شاء الله.